تخيل ان الجن يكون حن عليك من امك وابوك. تخيل لما تترمي في الشارع في ليلة في عز البرد، والباب يتقفل في وشك من اهلك وسندك، والضلمة والبرد بينعش في العظم. الساعة 3 الفجر، الشوارع فاضية ووحشة وكل البيوت منورة ودافية، الا بيتك انت اللي تحول لبيت مقفول في وشك. لا معاد فلوس ولا في مكان تروح فيه، والكلاب الضالة بتلف حواليك كأنها حاسة انك لوحدك ومكسور. في اللحظة دي إحساس المرة والورع أصعب بكتير من الساعة لما تحس إن سندك الحقيقي اتبخر، وإن مفيش قدامك غير ليل طويل مرعب. تلاقي الرحمة والدفى الحقيقيين في مكان بيخاف منه كل البشر، وسط الجن اللي طلعوا أطيب وأحن بكتير من اللي خلفوك. أنا عبد الرحمن، ودي حكاية جديدة من حكاوي الدهشان. أهم حاجة في البداية حكاواتية، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك عشان ده بيشجعني في نشر المزيد. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. عارفين إحساس لما الدنيا تقفل في وشك لدرجة إنك مش عارف تاخد نفسك؟ الحكاية دي ما بدأتش فجأة، الحاجات دي ما بتجيش بين يوم وليل. كانت مشاكل ورا بعض جوه البيت، حكايات صغيرة كبرت وبقت جبال، ومشاكل بتخبط في الحيطة كل يوم لحد ما فرقعت في وشنا كلنا. كنت دايما بقول لنفسي بكرة الأيام تتحسن، بكرة أهلي يفهم وجهة نظري، بكرة تصفى. بس للأسف بكرة ده ما جاش بالطريقة اللي كنت أتمناها. المشاكل بقت أكلنا وشربنا، وكل كلمة بتتفرض في البيت كانت بتبقى عاملة زي السكينة اللي تتحط على الرقبة. لحد ما جه اليوم الاسود، الليلة اللي غيرت مجرى حياتي وخلتني احس اني بقيت في كابوس مش هخلص منه. وفي ليلة سودا وسط صراخ وكلام جرح زي السكاكين، البيت كله كان بيترعش من كتر الغضب والصوت العالي. ابويا اخد القرار اللي عمري ما كنت اتوقع ابدا في اسوأ كوابيس. بره، اعتبر نفسك ما بقتش ابني ومش عايز اشوف وشك تاني هنا في البيت خالص. وقفت مصدوم، عقلي بطل يفكر ورجلي ما بقتش شايلاني. الشنطة الصغيرة اللي لميت فيها هدومي على السرير وقعت من ايدي على الارض. بصيت لامي، كنت مستني منها كلمة حنان واحدة او نظرة عطف تقول انها هتقف جنبي وتمنع، بس للأسف هي كمان ساعدت في قفل الباب في وشي بالمفتاح. الباب اتقفل والصوت رن في وداني كأنه رصاص. بقيت واقف في الشارع لوحدي، الساعة كانت حوالي 3 بالليل، الجو تلج والدموع جمدت في عيوني. ما بقاش ليا مكان اروح فيه ولا حد اسند عليه، والناس كلها نايمة في بيوتها الدافية. مشيت في الشارع من غير ما اكون عارف رايح فين، رجلي خدتني بعيد عن القرية بتاعتي، بعيد عن اي حد ممكن يعرفني او يبصلي بصة شفقة تكسرني اكتر من مكسور. مشيت وما كانش معايا مليم واحد في ايام. الساعة كانت بتدخل في عظمي كأنها سكاكين، والكلاب الضالة كانت بتلف حواليا في الشارع الفاضية كأنها حاسة بضعفي. لحد ما لقيت نفسي قدام مكان كل البلد بتهرب منه، بيت قديم معجور ومقفول من سنين طويلة. المكان ده كل أهل المنطقة بيحكوا عنه قصص مرعبة، والكل بيقول إنه مسكون بالجن وعابر المكان. بس في اللحظة دي البرد والبهدلة والكلاب اللي بره كانوا مرعبين أكتر بكتير من أي جن أو عفاريت في الدنيا. كنت بموت من الساعة ومفيش قدامي أي اختيار تاني. زقيت الباب الخشبي القديم اللي طلع صوت سرير يوقف القلب. دخلت أوضة ضلمة تماما، قعدت في ركن ضيق على الأرض وابتديت أعيط بوجع ووهرة. كنت بكلم نفسي وبقول ليه يا رب، أنا عملت إيه لكل ده؟ لا أهلي يعملوا فيا كده. وفجأة في وسط الضلمة والقهرة دي حصلت حاجة مستحيل عقل بشري يصدقها. والجو جوه الأوضة اتغير تماما. الهواء البارد اللي كان بياكل في عظمي اتحول لوحده قدام مقدمات لدفء غريب، كأن في دفاية كبيرة شغالة جنبي بالظبط. اترعبت وقلبي دق بسرعة، وافتكرت ان في حرامي او حد دخل ورايا عشان يأذيني. رفعت عيني، وهنا كانت الصدمة الكبيرة اللي خلت قلبي يقف ساعتها. حسيت بطاقة أو طف واقف قدامي، بس والأغرب من كده سمعت صوت دافي جدا وصل لقلبي مش لوداني، صوت هادي وطيب ومفهوش أي شر.
ما تخافش مالك يا إنسان، إيه اللي رماك في الضلمة ليه؟ من كتر اللعب ما اتكلمتش، كنت حاسس ان روحي بتطلع من مكانها. بس احساس الامان الغريب اللي كان مع الصوت ده كان اقوى بكتير من الخوف. الصوت اتكرر، حسيت انه بيطبطب عليا بطريقة تطمن القلب الحزين. وفجأة لقيت خشب قديم مترتب قدامي بنظام على الأرض، وعليه حتة قماشة نضيفة ودافية جدا، كأنه بيقول لي بطريقة غير مباشرة: نام وارتاح هنا، مفيش بني آدم هيأذيك. في اللحظة دي نمت وأنا مش مصدق اللي بيحصل، حسيت بالأمان لأول مرة من ساعات. الليالي اللي بعد كده كانت الأغرب والأعرف في حياتي كلها. ما سبتش المكان وبقيت أروح أقعد في نفس البيت المهجور، وكل ما أجوع أو أتعب أو أحس إن الدنيا راجت بيا، ألاقي حاجات غريبة بتحصل لي، كأن في ناس خايفين عليا وعايزيني كويس. ناس من عالم تاني خالص، عالم احنا بنخاف منه واحنا ما نعرفش عنه حاجة. في الوقت اللي أهلي من لحم ودم رموني للبرد وللكلاب ونسوا إني حتة منهم، كان الكائن الخفي ده هو اللي بيوفر لي الدفى والأمان اللي اتحرمت منه وسط أهلي وناسي. ما كنتش بشوفهم بوضوح، بس كنت حاسس بوجودهم جنبي في كل لحظة، بيحموني من أي خطر مرة. كانهم بيقولوا لي بصوت خفي: احنا اهلك دلوقتي ومستحيل نسيبك. يمكن الناس تخاف من الجن وتفتكرهم اذى وشر وخلاص، لكن الحياة اللي عشتها بنفسي وعمرنا هنساها ابدا مهما قعدت في الدنيا، ان الاسوأ صح والاسوأ اللي بجد ممكن تشوفها في عيون اقرب الناس ليك، بينما ان الرحمة والحنان والدعم الحقيقي ممكن تلاقيهم في مكان تاني مع شخص عمرك ما تتوقعه خالص. وهنا بيقف قدامنا 1000 سؤال وسؤال. تفتكروا الانسان ممكن يوصل لمرحلة ان العالم الخفي يكون ارحم عليه بكتير من اهله واللحم واللمة؟ ولو قلتوا كده في اللحظة دي، هل تقدروا تدخلوا بيت مسكون وتباتوا ليلة واحدة فيه عشان تهربوا من البرد، ولا كنت هتفضلوا واقفين في الشارع لحد ما تموتوا من الساعة؟ سيبولي اجاباتكم ورأيكم بصراحة في الكومنتات تحت، واكتبولي لو سمعتوا عن قصة شبيهة دي قبل كده. دي كانت حكايتنا النهارده من حكاوي الدهشان. لو عجبتكم القصة او طريقة السرد، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصل لكم الحكايات الجاية اول باول، وشاركونا. الشخص اللي قدامك ده كان عايش في كابوس حقيقي لمدة 26 سنة. من اللي اختفى في عمره 16 سنة حتى لدرك شحرها في عمره 45 سنة. سافرها كي بان عدو البارح 2024 وحسب شحال 26 سنة وهو مختفي. بس الكابوس ده ما كانش مجرد حلم، ده كان واقع عاشه شاب اسمه عمر بن عمران. تخيل تكون محبوس 26 سنة تحت كوم تبني في زريبة غنم، وفوق منك على طول صوت اهلك هم بيدوروا عليك وبيعيطوا كل يوم. سامع صوت ابوك وشايف امك من خرم الباب، ومش قادر تفتح بقك بكلمة واحدة. ازاي شاب في عز شبابه ما يهربش وهو شايف اهله قدام عينه؟ وليه الكلب الوحيد اللي حاول ينقذه مات مسموم؟ ومين اللي كان مخبي السر ده عند الجار اللي كانوا بيسلموا عليه كل يوم؟ 26 سنة والحاجة كانت تحت رجلهم هما، ومحدش حاسس بأي حاجة. أنا عبد الرحمن الدهشان، والقصة اللي أحكيها لك دلوقتي هتخليك تشك في أقرب الناس ليه. الحكاية بدأت سنة 1998 في ولاية الجلفة بالجزائر. عمر بن عمران كان يدوب صبي عنده 17 سنة، شاب طيب وبسيط عايش حياته وبيدرس عشان يبني مستقبله. وفي يوم عادي جدا خرج عمر من بيتهم رايح المعهد بتاعه، ومفيش دقايق والولد اختفى تماما وكأنه فص ملح وداء. واهله واخواته ما سابوش حتة الا لما فتشوا فيها، وبسبب الظروف الصعبة اللي كانت بتمر بها الجزائر وقتها، الكل استسلم للأسف وقالوا ان عمر اكيد راح ضحية الاحداث دي، واعتبروه مات والناس دخلت تعزي فيه. لكن في قلب واحد ما كانش راضي يصدق، قلب امه. امه حاسه باللي بنها راه في الجار، راه عند فلان وروحوا شوفوه. يقول لها ودي خلينا العزوج ما كان والو ما كان والو. تلقات المحشك الكلب
الست دي عاشت سنين وهي بتقول لكل اللي بيقابلها انا حاسه بقلبي ان ابني عايش وقريب مني قوي. وطبعا الناس كانوا بيفتكروا ان الصدمه مأثره على عقلها ومجننه. وعشان الغموض يزيد في لغز الكلب ده كان وافي جدا. وبعد اختفاء عمر بايام فضل واقف قدام بيت واحد من الجيران. بيت يبعد امتار بسيطه عن بيت عيله عمر. الكلب كان بيهوى ليل نهار وبشكل هستيري وعايز يدخل البيت ده غصب. وتفتكروا ايه اللي حصل؟ 20 سنه وهو مختفي. 27 ولا 26 سنه وهو مختفي. ما بين داره والدار السيد اللي خاطفه ما كانش 200 متر. بعد كام يوم لقوا الكلب ده ميت ومسموم في الشارع. وقتها محدش فهم السر. والأم المسكينة ماتت سنة 2013 من حسرتها على ابنها ومن غير ما تعرف الحقيقة المرعب. وتمر السنين لحد ما نوصل لشهر مايو سنة 2024. فجأة يظهر بوست غريب جدا على الفيسبوك كاتباه أخت جارهم. الجار ده اسمه بيع عمار، راجل عنده حوالي 61 سنة، شغال حارس وعايش لوحده. الأخت دي كانت متخانقة مع أخوها على الميراث، ومن غيظها قررت تفضح سره وكتبت أخويا هو اللي سارق عمر بن عمران، وعمر لسه عايش ومحبوس في زريبة الغنم بتاعته تحت التبن. الناس شافت المنشور وبلغوا الشرطة فورا. وقوات الامن كبست على بيت الجار وفتشوا البيت كله وملقوش اي حاجه. لكن لما نزلوا زريبه الغنم وبداوا يشيلوا كومه التبن الكبيره لقوا المفاجاه اللي صدمت عقول المحققين. فتحه صغيره جدا في الارض مقفوله بباب خشب. المحققين فتحوا الباب ولقوا جوه الحفره الضلمه دي راجل دقنه طويله وجسمه نحيف جدا وعينيه مليانه رعب وذهول. ده عمر بن عمران طلع من الحفرة وهو مش قادر يفتح عينه في النور وبيبص للناس والبوليس وهو مصدوم كأنه بيشوف العالم الخارجي لأول مرة من سنين. بعد ما خرج عمر الكل سأله السؤال اللي كان هيجنن الملايين. يا عمر انت كنت في زريبة بتبعد 200 متر بس عن اهلك، كنت سامع صوت امك وباباك، ليه ما هربتش؟ ليه ما اتخنقتش وصوتت طول ال 26 سنة دي؟ عمر جاوب في ادعاءات بإجابة تصدم العقول. قال انه كان بيشوفهم من خرم الباب والشبابيك بوضوح وعارف انهم بيموتوا عليه من القهرة. لكن الخاطف كان عامل له غسيل دماغ مرعب ومسيطر عليه تماما بالخوف والترهيب النفسي. كان دايما يهدده ان لو اتكلم او حاول يهرب هيقتل اهله كلهم فورا. الخاطف استخدم اساليب ترهيب بشعة علشان يزرع الرعب في قلبه ويوهمه ان في قوة خفية مراقباه، لدرجة ان عمر من كتر الرعب النفسي كان بيحس ان لسانه بيتربط ورجله بتتسمر في الارض لو فكر بس يهرب. اتحول لاسير نفسي عايش في سجن جوه عقله قبل ما يكون سجن تحت الارض. وبعد التحقيقات المحكمة اصدرت قرار باقصى عقوبة على الجريمة البشعة دي، السجن المؤبد. دي كانت القصة الحقيقية والمأساوية لعمر بن عمران. قصة بتثبت لنا ان السجن الحقيقي ممكن يكون سجن نفسي، وان الشياطين الحقيقية ممكن تكون عايشة وسطنا وبتضحك في وشنا وهي مخبية ابشع انواع الغدر. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، هل تفتكروا ان الخوف والضغط النفسي ممكن يسيطر على الانسان ويسلب ارادته للدرجة دي؟ تخيل تشتغل في مشرحة وتكتشف ان الجثة اللي قدامك بتتنفس. انا فني مشرحة وبشتغل في مستشفى حكومي بقالي سنين في الشغلانة دي. شفت كل انواع الحالات، حوادث وفيات طبيعية وحاجات تانية اصعب بكتير من انها تضحك. بس اللي حصل في الليلة دي بالذات عمري ما هنساه. قبل ما احكي لكم الكارثه اللي حصلت معايا الليله دي، حابب اشكر 12000 اخ واخت بقوا موجودين معايا على الصفحه. انتم العيله والسند في الرحله دي. نرجع لحكايتنا. الساعه كانت داخله على 1 بعد نص الليل. المستشفى كانت هاديه بشكل مش مريح. الهدوء كان تقيل وخانق لدرجه ان صوت انفاسي انا شخصيا مسموع في الممر. في الوقت ده وصلت جثه لشاب ضحيه حادث على الطريق. الموضوع في الاول كان عادي وروتيني، بس الغريب ان ملامحه كانت هاديه جدا، كان نايم في سريره. لبست ايده عشان انقله وحسيت بدفى خفيف، دفى مش بتاع جثث. وقفت لحظه واستغربت بس اقنعت نفسي ان ده طبيعي، الجسم بياخد وقت عقبال ما يبرد تماما. سجلت بياناته في الدفاتر وحطيته في الدرج المعدني وقفلت الباب ورجعت مكتبي احاول اكمل شغلي والورق اللي ورايا. عدى شويه وقت
والمكان بقى هادي تماما وسكتت كل الاصوات. وفجأة سمعت صوت خفيف، صوت زي نفس مخنوق. وقفت في مكاني تلقائيا وبدون تفكير، ركزت مفيش حاجة. قلت لنفسي اهو ده بقى وهم من قلة النوم والتهيؤات، ورجعت للشغل تاني. لكن الصوت رجع تاني، المرة دي اوضح واقرب. الصوت جاي من جوه غرفة حفظ الجثث. قمت ببطء ومشيت ناحية الأوضة، كل خطوة بخطيها كانت تقيلة، وإحساس فظيع في صدري بيقول لي إن في حاجة غلط هتحصل. وقفت قدام الأدراج الحرارية وبصيت عليهم في الضلمة، وساعتها سمعت تاني النفس كان جاي من نفس الدرج بتاع الشاب. في اللحظة دي قلبي بدأ يدق بسرعة جنونية، حسيت ببرود في أطرافي، بس حاولت أتمس. قربت خطوة ومديت إيدي اللي كانت بتترعش على المقبض الحديد. فجأة سمعت خبطتين من جوه الدرج. رجعت لورا بسرعة وصدري بيعلى ويوطى بعنف. مفيش أي تفسير منطقي للي بيحصل. جريت على التليفون عشان أكلم الأمن، لكن قبل ما حد يرد سمعت صوت احتكاك معدن. بصيت ورايا والصدمة شلت حركتي. لقيت الدرج بيتحرك لوحده وبيتفتح لبره سنتيمترات قليلة، بس كانت كفاية. ساعتها فهمت إن ما عنديش أي اختيار، لازم أفتح الدرج ده. رجعت للدرج وإيدي بتترعش بشكل هستيري. مسكت المقبض وسحبته ببطء. أول ما ظهر وشه والدم هرب من عروقي، شفايفه الزرقاء كانت بتتحرك بصعوبة وطلع منه صوت مكسور ومبحوح. أنا سامعك من بدري. في اللحظة دي أدركت الحقيقة المرعبة، هو ما كانش ميت، كان واعي طول الوقت. سمع كل حركة وسمع صوت قفل الدرج، واحنا حابسينه في تلج وضلمة تنهي حياة أي حد. لحقناه في آخر لحظة واتنقل للطوارئ. الدكاترة قالوا إنها حالة طبية نادرة جدا، بتخلي النبض والنفس ينزلوا لمستويات شبه منعدمة، ومستحيل تحس بالإجهزة العنيف. بس اللي فضل معلم في دماغي مش التفسير الطبي، اللي فضل راعبني هو فكرته هو، إن ممكن حد يبقى عايش بكامل وعيه ومحدش حاسس بيه ولا سامعه. من الليلة دي كل مرة باجي أفتح فيها درج في المشرحة أقرب وداني الأول وأسمع قبل ما أبص. بس السؤال هنا ليكم، لو أنتوا كنتوا مكاني في الليلة الضلمة دي وسمعتوا الخبطة دي من جوه درج الموت، كنت هتكملوا الشجاعة وتفتحوا الباب، ولا كنت هتسيبوه مقفول وتجروا؟ استنى اسمع رأيكم في الكومنتات. تخيل تلبس الميري وترمى في حتة مقطوعة وسط الجبال، والليل ضلمة كحل والجو ساكت سكتة ترعب. فجأة يجيلك الأمر، يا دفعة اطلع استلم نقطة الحراسة دي لوحدك للصبح. تقف في الضلمة وانت خايف وسلاحك في ايدك، وتسمع خطوات تقيلة بتسحب رجلها على الصخرة قريبة منك. ترفع سلاحك وتضرب طلقة عشان تدافع عن نفسك، فتكتشف انك قتلت ابن ملك الجن وبقيت المتهم الأول في محكمتهم. الحكاية بتبدأ من أول يوم الشاب ده دخل فيه الجيش، واترمى في حتة جبل مقطوعة وصعبة جدا في جبال شابوه في اليمن. الشاب ده اسمه أحمد ياسين العنتري. مكان بالليل السكون فيه بيكتم النفس، والريح بتصفر بين الصخور كأنها صرخات جاية من عالم تاني. وما كانش يعرف إن الليلة دي هي الليلة اللي هتشقلب حياته فوق تحت وتدخله في سكة مقفولة. انا عبد الرحمن، دي حكايه جديده من حكاوي الدهشان. اهم حاجه في البدايه حكاوتيه، ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك وتفعيل زر الجرس، لان دعمكم الحقيقي هو اللي بيشجعنا نستمر في نشر الفيديوهات. ويلا بينا نبدا كابوس النهارده. بتبدا حكايتنا مع الجندي احمد اللي لقى نفسه في ارض جبليه مقطوعه تماما عن الدنيا. وفي ليله من الليالي وهو قاعد وسط زمايله في خيمه الخدمه، الجو تلج والضلمه حواليه تقيله. فجأة جت له الأوامر صريحة وسريعة. أنت يا أحمد هتتحرك دلوقتي حالا وتطلع تستلم نقطة الحراسة المتقدمة لوحدك لحد طلوع الصبح. نقطة حراسة مقطوعة ومعزولة عن باقي الكتيبة بمسافة طويلة، كأنها مرمية في آخر الدنيا. أحمد أخد سلاحه وربط حزام الكومبات بتاعه ومشى لوحده في الضلمة لحد ما وصل للنقطة اللي حددوها له. وقف في مكانه وعينه وسط راسه ومنتظر تعدي الساعات الباقية على خير. بس المسكين ما كانش يعرف ان الحتة دي بالذات هي اللي هتقفل عليه بوابات الجحيم. الساعة كانت داخلة على نص الليل تماما، الصمت قاتل والجو برد موحش. احمد واقف في نقطة حراسة لوحده والسكون حواليه بيقطع النفس. وفجأة وسط السكون ده سمع صوت خطوات تقيلة وغريبة جدا بتتحرك وبتطل عليه من الضلم. خبط على الارض كأن في كائن ضخم ماشي بصعوبة ومش موزون جسمه، كأنه بيجر رجليه على الصخور برعب. أحمد قلبه دقته ارتفعت وعروقه نشفت. صرخ بكل قوته في الضلمة، مين هناك؟ اقف ولا هضرب بالنار حالا.
قف مكانك ولا سوف أضرب بالنار. مفيش أي رد. الصمت رجع تاني للحظات، لكن الصوت قرب أكتر والخطوات بقت أعلى وأوضح وبتخبط في الأرض بشكل هستيري. وفجأة ضوء كشاف سلاحه وكشف له عن كارثة بجد. الرعب مسك في جسمه كله وعقله فصل تماما، ومن غير ما يحس بإرادته صباعه داس على الزناد وضرب طلقة نارية مرعبة شقت السكون واستقرت في نص الكيان ده. الكيان اختفى في الهواء كأنه دخان اسود كثيف، واحمد وقع على الارض فقد الوعي تماما. تاني يوم زمايله لقوه نايم مكانه كأنه جثة وجسمه متلج وفي نفس الوقت مولع نار وسخنة بطريقة غريبة جدا. لما نقلوه لأهله في البيت بدأت الكارثة الحقيقية. أحمد ما بقاش هو خالص، شخصيته اتدمرت، جسمه بقى بيجيله تشنجات عنيفة، والأمر المرعب اللي بجد إن الولد ما كانش بيمثل ولا بيقلد، لا ده كان بيتكلم بصدرهم هم فعلا من جوه جسمه. الله على النبي يا شيخ تجيب سهل يجي سنة تحاكمني، صرح ذي المرض العجوز وبنيها حرام يتحمل بذنبهم. صرح مش ناقص كني معي هذا الإنسان عني ناقص العجوز. صراحة من أنا ولا هذا أم المقتول ولا يا أم هذا عارق ولي الشرع وأبوها أبوه جالس مش فاهم. والله يا تربطني حرام. أنا أقول لك إذا ربطوني بي إذا طم بسكا من شق وطرف خلوا مش مربط مش فار. والله إني جالس عندك ألف يمين والله ما حلت لك. أنا جالس وين فر وين كان فرلان وين فر وصلتني آخر البلاد وين فرلان. الشيخ شوف السلاح اللي كلمنا عليه الآن مش جابه وأنا كلمته كل جيبه يا شيخ كذاب مش من سلاح. خلاص كيف قتل ما أدري والله ما داري ما من سلاح قتل والله ما داري ما من سلاح كذاب. من سلاح عند أحمد عادل والله لا أذكر أحمد عادل مش معه والله ما معه سلاح. حرام يا شيخ أمرني بس أمر الآن بجيبه أنا أحمد حرام بمسح بالأرض والله بتروح ولا بتلمسه. حرام إذا لمسه يا شيخ وهو يسمع إذا لمسه ولا يآذي إني قاتله مش قاتله بالمرة. من الآن شوف أنت تسمع بقتله ظلم بالمرة. خلاص أجيب السلاح أخلني أقول لك بلا سلاح. أنا بلا سلاح منين أجيب لك سلاح منين؟ من الجن. تخيل تسمع حنجرة أحمد وصوته بيتحول في نفس الثانية لنبرة تخينة ومرعبة بصوت قاضي الجن وهو بيدي الأوامر وبيحاسب. جلسة القصاص بدأت والمتهم لازم يتحاكم. وفي لحظة النبرة تتحول لصوت تاني كله غضب، صوت أبو الجن المقتول وهو بيزعق وبيطالب بدم ابنه. دم ابني مش هيروح أقدر ولازم القصاص. وترجع النبرة تتبدل لصوت تالت حزين بصوت أم الجني وهي بتعيط وتصرخ على ابنها المقتول. أحمد كان نايم مش قادر ينطق ولا يدافع عن نفسه. الكائنات دي هي اللي كانت بتدير المحكمة وتتكلم بلسانه وتنزل في جسمه التشنجات قدام أهله اللي واقفين مرعوبين ومش عارفين يعملوا له أي حاجة. والناس كلها كانت قاعدة في البيت مش مصدق اللي بيحصل واللي هم شايفينه من أحمد. البيت كله كان قاعد مرعوب والناس مش مصدق إن اللي بيدير المحكمة ده جوه البيت مش أحمد، دي الكائنات المرعبة اللي مسيطر على لسانه حرفيا. وسط الصراخ والرعب ده أهله جابوله واحد بيدعي إنه شيخ ومعالج عشان يلحق الولد ويخرج اللي فيه بالقرآن. بس هنا المفاجأة الصدمة والوحشة بعينها، الشيخ ده ما كانش رايح لوجه الله ولا همه أصلا علاج الولد ولا فك كربه. الراجل داخل البيت وبدل ما يمسك المصحف ويبدأ شغله بضمير طلع موبايله من جيبه وبدأ يصور كل لحظة مرعبة وأحمد متجنن والجن بيتكلم. الشيخ استغل وجع أحمد وانهيار أهل وأمه المكسورة عشان يعمل لقطة ويضرب بها ترند على السوشيال ميديا. بدل ما يستر على البيت خد الفيديوهات ونشرها على كل المنصات والدنيا اتقلبت وبقى الفيديو يجيب ملايين المشاهدات والفلوس على حساب عذاب أحمد ونفسية أهله اللي كانوا بيتابعوه في كل ثانية. يا أخي على حق يا أخي على باطل بقى ماشي باطل أخي خليتوني باطل لهنا لكن 3 أسابيع مؤدبيني باطل. ليش هكا؟ شو الأهالي يشتقوا علي وأمي وأبوي الشاي يموتوا كبواطن بسببكم. والله شوفوا يا تحكموا بالحكم اليوم تقتلوني ولا يا شيخ تفنيني أنا وياه نتلاعب لما كل واحد يقتل الثاني.
لا أنا ما اشتي أقتلها، اشتي ضمك معي بس والله لا تحاول كم بتحاول. حرام ما دخلت مع قبيلك. أما اسمعني والله. وساعات طويلة من الصراع جوه البيت لحد ما جانا لفجر اليوم التاني. هدى خالص وروحه رجعت له وفتح عينه وهو مش عارف في ايه ولا ايه اللي حصل حواليه. قصة احمد حقيقية ومرعبة وبتثبت لنا عبارة قاسية جدا ان احيانا استغلال وجع الناس عشان الترند بيكون ابشع واقذر من الجن نفسه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم باللي بيبيعوا وجع الناس وخراب بيوتهم عشان شويه مشاهدات وترند رخيص. ودي كانت حكايتنا النهارده من حكاوي بعشان. في النهايه ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا الجديده. سلام.